سكتة قلبية وتعرض للابتزاز. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هبة الزياد. وميار الببلاوي تكشف مفاجأة عن هبة الزياد بعد وفاتها. خبر نزل زي الصاعقة على كل الوسط الإعلامي والناس اللي بتحبها. رحيل الكاتبة والإعلامية الشابة هبة الزياد وهي لسه في عز شبابها، 32 سنة بس. هبة ماتت وهي نايمة في هدوء تام ومن غير أي مقدمات. الأطباء قالوا إن السبب هبوط حاد في الدورة الدموية وسكتة قلبية مفاجئة. نامت وما صحيتش، وسابت وراها صدمة كبيرة لكل اللي يعرفوها. لكن الوجع الحقيقي ظهر لما الفنانة ميار الببلاوي خرجت وكشفت سر هز قلوبنا كلنا، وقالت إن هبة كانت بتمر بظروف نفسية صعبة جدا قبل وفاتها. والمفاجأة الأكبر إنها كانت حامل، وللأسف فقدت جنينها من فترة قريبة، وده ساب عليها أثر نفسي وجسدي كبير جدا، ومحدش كان حاسس بحجم الألم اللي كانت شايلاه. والأصعب من كده إن هبة كانت من فترة قريبة ظهرت في فيديو وقالت بوضوح إنها بتتعرض لابتزاز وتهديدات من ناس رفضت تذكر أساميهم، وكانت مصممة إنها تاخد حقها بالقانون. يعني كانت محاصرة بين ضغط شغل، وجع فقدان ابنها، وكمان تهديدات وابتزاز. كل ده وهي قدام الناس بتضحك وبتصور وبتشتغل، بس ورا الضحكة كان في قهر وخوف محدش يعرفه. الله يرحمها ويغفر لها ويصبر أهلها وكل محبينها.